يا هلا بالحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل التورتيه القمر دي مقاس 30 في 30 بطريقه سهله جدا وبطريقه شيك افخم من المحلات، وهتعملها بايديكي في البيت ان شاء الله من النهارده. يلا ندخل على الطريقه على طول. معانا هنا الكيك مجهزينه من قبل. اي طريقه كيك بقى انت بتفضليها عندك ممكن تعمليها، سبونج جاهز سبونج بيتي، الطريقه اللي تفضليها اعمليها. تمام. انا بظبط الكيك كده على القاعده، هشيل بس حتتين كده من الطروف، هحطهم في الجنب التاني عشان تديني تورته مربع بالشكل ده كده. ضربت بقى ربع كيلو كريم شانتيه، عليهم كوبايتين ميه فيها تلج، وعليهم نص كوبايه سكر ومعلقتين كريمه باستري، وضربتهم بالشكل ده كده. وهحشي بقى الكيك بالكريمه بالشكل ده. قبل ما نحشي الكيك لازم نسقي بسيرب خفيف او ميه بسكر كده، تدوب ميه بسكر مع بعض وتسقي بيهم الكيك، مفيش مشكله خالص. وهحط بقى في الحشو كده جيلو فراولة. تمام. اي حشو بقى تحبي تحطيه في جوه التورته، تحطي مكسرات بقى، جيلوهات، تحطي نوتيلا، صوصات اللي تفضلي حطيه. هنحط الطبقه التانية بالشكل ده كده، وهنحط برضو حشو جيلو فراولة. ولو مش حابه تحط حشو مفيش مشكله خالص. حطيت كده اخر طبقه معانا، وهجلس بقى التورته كلها بالكريمه بالشكل ده كده. تمام تمام تمام. بالسكرابر بقى او بالترانش اللي انا شغاله بيه ده كده، نجلس التورته بالشكل ده. تمام تمام تمام. نظبط التورته كده على قد ما نقدر لما تبقى معانا كويسه جدا بالشكل اللي انتوا هتشوفوا ده. دخلتها بقى التلاجة شويه، حوالي نص ساعه كده او ساعه. وهحط على نص منهم، على النص الشوكولاته، هحط عليهم جناش شوكولاته، بس تكون مسيحه على حمام ماء عشان يبقى سهل الفرد معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ونفرد بقى الجناش بظهر المعلقة بس بالراحة جدا عشان الكريمة ما تتبهدلش معايا. والنص التاني هحط عليه زبدة اللوتس، بديل اللوتس اللي هو العلبة اللي انا شغالة بيها دي، هي دي البديل اللوتس اللي انا بشتغل بيها. سيحتها برضو بمعلقتين زيت لما فكت معانا بالشكل ده كده. وهحط على النص التاني برضو بظهر المعلقة وافردها يعني بالراحة. عشان ايه؟ انا بس مسرعة الفيديو، بس انا بعمل بالراحة خالص عشان الكريمة ما تتبهدلش مع الصوصات اللي احنا حاطينها. تمام تمام تمام. بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله طريقة سهلة جدا وبسيطة، وطلعت معانا حاجة بسيطة كده وسهلة، وطلعت في الآخر شكلها شيك جدا. هحط بقى على نص الشوكولاتة بسكوت ويفر اللي هو الشوكولاتة ده، الفلوتوس الشوكولاتة. وهحط على النص التاني بقى اي شوكولاتات كده عندي عملتها بورق ترانسفير، شكل الشباك بقى، شكل قلب، اي حاجة عندك موجودة. على النص ده حطيت بسكوت لوتس مكسرة كده بأي حاجة تقيلة عندك، وتحطي وزينت بقى بالشكل بقى بالشكل ده. تمام تمام تمام. اللي وصل لحد هنا يا ريت متنسونوش بقى في اللايك يا حلوين، وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحة الفيسبوك، وما تنسوش أحلى تعليق محفز منكم. وزينتها بقى بالشوكولاتة بالشكل ده كده وكريسبي. والقلوب اللي أنا بعملها ديت عملتها بجيلو شوكولاتة، عملتها شكل قلوب زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها كده في كيس حلواني وخرمت خرم صغير وعملت شكل القلوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقته سهله جدا وطلع معاك شكل حلو قوي في الاخر. هنكسر بقى اللون شويه بنوتيلا بيضه كده، وجولو شوكولاته برضه. عملت على البسكوت اللي هو اللوتس ده جولو شوكولاته. هنلف بقى داير التورته كله بالكريمه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله التورته طلعت سهله وبسيطه وجميله ازاي. هتيجي تشتريها من المحل هتشتريها بالشيء الفلاني وتعمليها في البيت بطريقه سهله جدا جدا جدا. مش هتكلفك اي حاجه في البيت ان شاء الله، ما يجيش ربع الثمن اللي هتشتري بيها التورته من بره. شايفين القمر؟ ما تنسوش بقى لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في الصفحه على الفيسبوك. السلام عليكم.